التدفئة نحن بلشنا بتوزيعها 23/6/2020. لكل عائلة أعطينا مخصصات 440 لتر، يعني برميلين فل. مستقبلا إن شاء الله يعني إذا صار في كميات زيادة راح نعطي كمان دفعة. صار المازوت على الصار الطبيعي، صاروا 75 ليرة للتر الواحد. كمان حددنا للصهاريج اللي بده يعني من الشعب يوصل صهاريج له 500 ليرة للبرميل، يعني الحصة كاملة 1000 ليرة. كمان نحن حطينا خطة يعني إن شاء الله إنه تكون يعني نصل لمرحلة اللي تطبيقها بشكل تام، يعني لازم قبل الشتاء، يعني قبل شهر 12 أو شهر 12 يكون نهينا التدفئة بشكل تام لكل العوائل بشمال شرق سوريا. نطلب من كمان من جميع عوائلنا بشمال شرق سوريا كل عائلة يصل دورها للتدفئة تستلم دورها، تستلم مخصصاتها، مشان ما يصير عندنا ضغط خاصة بالأيام الأخيرة. يعني بنطلب من الكل إنه ما حدا يأجل دوره، لما أجل دور لازم الكل يستلم بدوره، يخف علينا الضغط مستقبلا. يعني نحن نعرف إنه بكير هو كان التوزيع، بس نحن عم نقول إنه مشان ما لبين ما نصل الشتاء، أول الشتاء يكون كل العوائل مستلمة التدفئة، مشان ما يصير كمان نفس السنة الماضية صارت أزمة بعز الشتاء والبرد والثلج، انقطعت الطرقات وصارت أزمة. فنحن إن شاء الله رايح السنة هي يكون قبل الشتاء رايح يكون إن شاء الله توزع كل كمية تدفئة لكل العوائل بشمال شرق سوريا. التوزيع بشكل عام نحن أصدرنا بطاقات من الإدارة العامة للمحروقات لكل إدارات المديريات بالإدارات الذاتية والمدنية بشمال شرق سوريا. لكل عائلة تستلم بطاقة تدفئة أو بطاقة محروقات. يعني ضمن البطاقة هاي في تدفئة، في اسطوانات غاز، في كاسال. فكل عائلة لازم تستلم بطاقة وتستلم على موجبها التدفئة. إذا في فائض بالإدارات أو صار يعني عندنا فائض بالكمية المحروقات، رايح نعطي دفعة 220 لتر إضافية إذا صار عندنا فائض.